عندي الزوج تاعي حاج بيت ربي ويصلي، كل ما ينوض نافرني، كل ما ينوض يسبني بالوالدين تاعي هما موتى. يعوذ بالله يعوذ بالله. هذا اللي كلام ماشي مليح، دائما بالالفاظ حاجه كتقلي على وجهي. نعم يا سيدي أنا أستمع إليك. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الدين عندي سؤال نطرحه عليك. نعم قولي لي سؤالك يا أختي. بالتعيش. أنا متجوزة، أنا عندي 25 سنة. شيخ نمتك أنت تنصحني بالرقية 3 مرات. إيه؟ وناموا الحلم لين نشوفوا زعما هكا ناموا يتحقق لي انا والوالده تاعي، مام الوالده تاعي هكا الحلم استني دقيقة يا أختي، أنت نمتيني قلت لك عليك بالرقية. قلت لي جيد. رقية نصحتني بالرقية 3 مرات. خلاص جيد، روحي ديري الرقية، لأن هذه نصيحة جميلة فيها الحلال يعني في الواقع، لأن المنام احنا نشوفه في الواقع واحد نصحك مثلا باش تصدقي صدقة، في الواقع الصدقة مليحة نروح نديرها، ولكن لو كان يوقف عليك واحد في المنام ينصحك بشرب الخمر، فالخمر حرام لا افعله. اذا وشيخ مام اي حاجه نشوفها في الحلم زعما الحاجه اللي نشوفها تتحقق لي يعني. ان شاء الله يعني ان شاء الله لا ترين الا خيرا حتى لا يتحقق الا خيرا. ان شاء الله. شكرا لك شيخ الوالده تاعي عندها لك سؤال اذا ممكن. بسرعه يا اختي تفضلي بسرعه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير سيدنا الشيخ. مساء حبيت نسقسيك، انا ديجا تلاقيت عندها بزاف ارضين، فاتت عليها سنين وشحال من خطره. عندي سنوات لم اذهب الى هناك. نعم. لا سقسيك هذا السؤال باك. شوف عندي الزوج تاعي حاج بيت ربي ويصلي، كل ما ينوض نافرني، كل ما ينوض يسبني بالوالدين تاعي هما موتى. يعوذ بالله يعوذ. هذا اللي كلام ماشي مليح، دائما بالالفاظ حاجه كتقلي على وجهي. انا كبيره عندي في عمري غير 60 سنه 59 سنه. وهذا يرقد لا باس به، ينوض يجي يسبك ويشتمك. لا هو يتقلق بزاف من يرضي يتقلق بزاف. الله يتوب عليه، ولكن هذا ليس من العشرة الحسنة التي أمر بها. أصلا وعندي هذا الحلم هذا ملي كنت نتوحم بوليدي كبير، شفت روحي جبت 6 دراري وجبت 3 كيما خاصك بنتي، الحاجه اللي نشوفها مليحه تخرج لي، ماشي مليحه تخرج لي. إن شاء الله إن شاء الله قريبا تشوفي راجلك ينوض الصباح ويبتسم معاك ويشري لك الورد وكل شيء جوز لا باس إن شاء الله. شكرا يا أختي، شكرا جزيلا. أبشري خيرا. هذا اللي نشوفه وشنو؟ نعم وشنو هو؟ علمنا من النوم ويخرج لي وشنو؟ وهذه علامة خير إن شاء الله، إذا كان إنسان لا يرى شيئا إلا وواقع إن شاء الله علامة خير، وإن شاء الله لا ترين إلا خيرا إن شاء الله. يعطيك الصحة. الله يحفظك يا أختي، الله يحفظك. شكرا سيدنا الشيخ. الله يحفظك. يرقد ينوض يبزق على وجه مرته يا عباد ربي. هذا الإنسان ما على بالوش بلي يا ربي سبحانه سيسخر من عباده، سيسلط عليه من عباده من يذله. لما أنت تروح تذل إنسان، ذل إنسان، وليدك ولا أخوك ولا باباك ولا يمك، دير في بالك أن الله جل جلاله سيذلك، وربي ما تعرفش، ربي قادر عليك، ما تعرفش كاع الطريقة اللي حيذلك بها. فهمت ولا ما فهمتش؟ اتق الله يا رجل، اتق الله. والإنسان إذا رأى في المنام يروح يشوف الواقع. الإمام البقاعي، اسمعوا هذه المسألة، الإمام البقاعي عالم هذا من كبار المجتهدين، جاء له واحد قالوا يا إمام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بشرب الخمر. عجب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بشرب الخمر. واش قال له الإمام البقاعي؟ شوف كي تروح عند واحد عالم، قال له الذي أمرك في المنام بشرب الخمر أمرنا في اليقظة أن نتجنبها. الذي أمرك في المنام بشرب الخمر أمرنا في اليقظة أن نتجنبها. يعني حب يفهموا إنك تكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يتمثل بصورته، فيستحيل أن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الخمر إلا إذا كان المعنى انتحى أنه سيشربه في الجنة، لأن في الجنة يسمى خمرا ولكن ليس هو هذا الخمر المسكر. أو قال ربي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول هو الإسكار، يعني مشروبات الجنة ليس فيها الغول، والغول هو الكحول، الكول. كلمة الكول هما ما عندهمش الغين، أخذوها من الغول، الكول، الغول أخذوها من هذا.
إذا إنسان إذا رأى في المنام واحد يأمره بخير يروح يديره، وإن رأى من يأمره بشر لا يفعله. ما يقولش أنا وقف علي في المنام وقال لي لا تفعل، لا تفعل الشر حتى لو أمرت في المنام. الله يفهمنا. خياطة تسأل وتقول: ماذا أفعل بقطع قماش وملابس تركتها النساء عندي زبوناتي منذ سنين عديدة ولم تظهر إلى يومنا هذا رغم أني أبحث عنهن. سؤالك هذا يشبه الواحد سؤال جاني من بحباحة عندها 6 سنوات أظن أو 5 سنوات. هذه خياطة نساء يجيبوا لها باش تخدم لهم، يجيبوا قطع قماش ولا ملابس باش تصلحهم وما يبانوش، وهو القماش موجود عندها، ومن بعد تولي أطنان تاع قماش وتولي أطنان تاع ملابس وهي لا تعرف هذا الناس. وبعضهم أنا نتصور أو خلت لها رقم الهاتف ولكن غيرت رقم الهاتف، ما رايش تقبضها باش تقول روحي تدي الملابس نتاعك. قال علماؤنا عليهم الرضا والرضوان: يجوز لك أن تحددي زمنا تعلنينه، يعني زمن تكتبي في المحل نتاعك نبلغ لكل زبوناتي اللي ما بانوش أن سأنتظرهم 6 أشهر إلى غاية التاريخ الفلاني وأتخلص من هذه الملابس، يعني تحددين زمنا. هذا بالنسبة للملابس اللي عندك. أما اللي جاتك جديدة، بما أنك تعرفي بلي ممكن بعض الزبونات ما تزيدش تبان، ديري معها عقد، يعني لما تجيب لك الملابس قولي لها يا أختي أنا راني نخدم لك، ولكن إذا ما بنتي السنة كاملة راني نصدقها، يعني خذي منها الموافقة الآن. قال يا ودي أنا نشد عليك القماش، إذا ما بنتيش بعد سنة كاملة راني نصدقها أو أبيعها. يعني شوفي أنت الاتفاق كيف يقع. وهذه مسألة يتبان سهلة وهي مسألة شائكة. سألني بعض تجار تاع الهواتف النقالة تاع البورتابل نفس القصة، يجيب له الهاتف ويقول له خدمه لي، وربما يخلصوا مسبقا وما يزيدش يبان. ورجل عنده 700 800 هاتف، 700 800 هاتف مخزنها وقابلت له أمكنة وما عارف واش يدير، 5 6 سنوات ما ظهروش أصحابها. إذا هذا يجوز له أن يبحث ويجوز أن يعلن تحديد زمن معين وإلا تصدق بها. والله عم داركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.